السلام عليكم، صباح الخير. ان شاء الله راكم لاباس وبصحه جيده، ربي يوفقكم ان شاء الله. دونك اون بوتيت بوز كيما العاده في وسط الخدمه باش نفهمكم برك واحد النقاط جد مهمه. هذا الفيديو ممكن ما هضرتش من قبل عليه، اذا حبيت نفهمكم كيفاه نشربوا هذه الادويه اللي راكم تشوفوا فيها في الصوره في رمضان. تعرفوا بلي رمضان راهو قريب على الابواب ان شاء الله، ربي يوفقنا نوصلوا لرمضان كامل ونصوموه بصحه جيده. وتعرفوا في الجزائر عندنا ملايين الجزائريين للاسف مرض بالسكر، عندنا مئات الملايين في العالم مرض بالسكر. دونك هاد لا فيديو الي تري انتريسونت والي تري امبورطونت لكاع المرضى اللي عندهم السكري. دونك لا تعرفوا واحد يشرب الجليكوفاج، لا نوفو فورمين، اماريل، ايريس، دياميكرون، جميع هذه الادويه تاع السكري، بعثوا له هذا الفيديو باش يفهم كيفاش يشرب هذه الادويه في رمضان بدون ما يصراو له المضاعفات. باسكو كاين بزاف الناس ما يتخذوش القرار الصحيح ولا ما يسقسيوش الاطباء تاعهم كيفاه يشربوا الدواء تاعهم في رمضان. على بيه هذا الفيديو من دام الحمد لله عندي متابعين ويديروا فيا الثقه، دونك انا نستغل هذه الفرصه باش نوجههم كيفاه يشربوا الدواء تاعهم في رمضان. هذا الفيديو ما راحش يعوض، هذا الفيديو ما يعوضش نصائح طبيب المعالج. الكلام تاعي كاع ما ديرش عليه ودير على واش قالك الطبيب المعالج، داكور؟ دير على واش قالك الطبيب المعالج لانه هو اللي يعرفك. انا هنا راح نتكلم بصفه عامه هذه الادويه كيفاه نشربوها، داكور؟ ما راحش نديطاي بزاف، راح نمد غير معلومات براتيك، معلومات يعني كيف نقولوا براتيك عمليه، فوالا كيفاه نشربوا الادويه. تري بيان. نبداو الان بالجليكوفاج ولا هو نوفو فورمين، داكور؟ كاين 850، كاين 500 وكاين 1000. لما الانسان يشرب نقولوا حبه وحده، كاين الناس اللي يشربوا غير حبه وحده تاع الجليكوفاج في رمضان، داكور؟ يشربها على 12 ولا في الليل. في رمضان يشربها في الليل، في رمضان يشربها في الليل في وسط الماكله ولا بعد الاكل كيف. الان الانسان اللي يشرب 2 حبات من الجليكوفاج قلنا ولا نوفو فورمين ولا دوطخ ميتفورمين، اللي يشرب 2 حبات في رمضان، نقولوا في 12 ولا في الليل في رمضان يولي يشرب وحده عند السحور وحده في الليل، وحده عند السحور وحده في الليل، داكوغ؟ 2 مرات في النهار. كاين اللي يكون السكر تاعهم مريقل بزاف وما يسحروش بيان، كاين مام اللي الطبيب المعالج يقول له ما تشربش عند السحور، في رمضان شرب غير وحده في الليل، سورتو الا كان لاش بي ان سي تاعو 5 فاصل ولا يعني السكر مليح. دونك كاين اللي نقولوا لهم ما تشربوش عند السحور، داكوغ؟ سيل فو بلي بعثوا كاع هذا الفيديو كاع الناس اللي يتبعوا على لو ديابيت. الان نجيو للناس اللي يشربوا الجليكوفاج، ولا لا نوفو فورمين رقم 500 ولا 850 ولا رقم 1000 اللي يشربوا 3 مرات في النهار. كيفاه نديروا في رمضان؟ في رمضان رايحين نشربوا 2 مرات في النهار، رايحين نشربوا وحده في السحور ورايحين نشربوا وحده في الليل، قلنا في وسط الماكله ولا بعد الاكل، ما فيهاش مشكل، داكور؟ هنا باش نتفقوا. والحبه الثالثه كاين اللي يقول لي نشربها في السهره. هنا شوف طبيا وكيما موالفين نديروا ولا على حساب لي ريكومونداسيون ما نزيدوش لا تخوازيام، نشربوا وحده في الليل ووحده في السحور. الان كاين بعض المرضى اللي السكر تاعهم نقولوا يعني هو مليح بصح راهو في 7% الاخر وما عندوش ادويه واحده اخرى، دونك يقول لك انا طبيب نشرب وحده على 7 ونشرب وحده نزيد ان روبا. كاين اللي يزيد ان روبا مثلا على 11 تاع الليل. هنا سقسي الطبيب تاعك الا كان تزيد تشرب جليكوفاج ومن بعد تزيد لا تخوازيام عند السحور. مي سينون اللي يشرب 3 يولي يشرب غير 2. قولوا لي من فضلكم الصوت اذا كان راهو مليح، قولوا لي برك الصوت اذا كان راهو مليح. السلام عليكم، الصوت ما كانش، داكور؟ انا نشرب 2. تري بيان. نكملوا. دونك خلاص تفاهمنا، خلاص كملنا مع الجليكوفاج ولا نوفو فورمين، كملنا معاها سي بون. دونك بعثوها كاع للناس اللي يشربوا الدواء هذا، ومن بعد ندير فيديو على الانسولين ايضا ان شاء الله. الجليكوفاج اللي يشرب غير ولا هذا لا نوفو فورمين في رمضان ان شاء الله ما يتحلوش السكر، باسكو هذه الادويه elle ne provoque pas l'hypoglycémie. هذه الادويه ne provoque pas l'hypoglycémie. اذا واش يقدر يقول لي واحد بصح انا نحس بلي طاح لي السكر ولا قيس السكر تاعك،
باسكو حنا في رمضان نعياو، ممكن نعياو، دونك هو يعتبر هبوط السكر. حتى واحد ماشي مريض كيلقى واحد ماشي مريض ما عندوش كاع السكر كي يصوم ولا كان نهار تعب فيه بزاف يقدر يلقى السكر تاعو 0.65 وهو ماهوش مريض. نعم دونك هنا واحد اللي يشرب الادويه هذه في رمضان ما يطيحلوش السكر ان شاء الله. بصح اذا كان يحس روحه مرهق والسكر تاعو ممكن هبط له تعب بزاف وهبط له 0.50 0.55 ميم سي يشرب الجليكوفاج لازم عليه يكسر رمضان تاعو وياكل. تخي بيان هادو كملنا معاهم نحيوهم اكوتي. تخي بيان الان نجيو لي سولفاميد. هادو لي سولفاميد هادو هما لي تري دونجورو في رمضان. لازم نقول هكذا، نقول سي تري دونجورو اذا كان استهزينا داكور. هي نقدروا نشربوهم ونقدروا نصوموا يا اوكان بروبليم. والطبيب المعالج نعاود نرجع دائما، الطبيب المعالج هو الوحيد اللي يقرر لك اسكو تصوم ولا ما تصومش، وهو اللي يقرر كيفاه تشرب الادويه. انا هنا راني نفهمكم بصفه عامه كيفاه تشربوا الادويه تاعكم داكور. وهي علميا يعني ما كاش اختلاف، انا ولا اي طبيب اندوكرينو في الجزائر قرينا كيف يعني راني غير نعاود في المعلومات، وجميع الاطباء يعني يعرفوا هذه المعلومات وهي معلومات بسيطه وسهله يعني ما كانش مشكل. نجيو الان لي سولفاميد. لي سولفاميد نبداو باماريل. كاين لو جينيريك ايريس، كاين دوطخ جينيريك. دونك هنا ما كانش بوبليسيتي هنا ولا داكور. كيش ندير بوبليسيتي راني نقول لكم. دونك هنا ما كانش بوبليسيتي. دونك كاين يشرب اماريل، كاين يشرب ايريس، كاين دوطخ غليميبيريد. هذا الايريس هذا ولا الاماريل داكور هذا ممكن يدير لنا هبوط السكر في رمضان. دونك هذا فيه دي نيميرو، فيه لي نيميرو كاين من رقم 1 حتى لرقم 6. كاين من رقم 1 حتى لرقم 6. هو في اغلب الاحيان نشربوه على 12 نقولوا 15 دقيقه قبل الاكل داكور باش نتفاهموا. كاين اللي يشربوا ساعه قبل الماكله ولا لا هو 15 دقيقه قبل الاكل. كاين يشربوا على 11 ويتغدى على 12. هنا يقدر يدير لك هبوط السكر الحاد. سيفو بلي هذه معلومه جد مهمه، الفو لا بارطاجي وبعثوها كاع للمرضى اوكي. وابوني وكاع الفو صابوني على لاشين باش تكبر لاشين ان شاء الله، باسكو هذه المعلومه جد مهمه. هبوط السكر يقدر يهبط لنا السكر كي تاكل مثلا في الفطار تشربوه على 11 وتتغدى على 12، هنا خطا يقدر يدير لك هبوط السكر. وكاين الناس اللي يشربوا على 11 ومن بعد يروح يتغدى على 12 ومن بعد ينسى روحه عنده ضياف ولا شغالات ولا واش يصرالو، ومن بعد يتغدى على الوحده ولا ويدير له هبوط السكر الحاد، اون هيبوغليسيمي سيفير. دونك هذا يتشرب 15 دقيقه قبل الاكل داكور ونتغداو ديريكتومون. بون راني نزرب شويه باسكو المرضى راهم يستناو. تري بيان. دونك في رمضان شحال ساعه نشربوه؟ بون ماشي خطا اذا كان شربناه عند القهوه تاع الصباح، كاين اللي الطبيب تاعو يمدوا له عند القهوه تاع الصباح. دونك ماهوش خطا اذا كان شربناه عند القهوه تاع الصباح داكور. كيف ثاني قبل القهوه ب 10 دقائق ولا 15 دقيقه. في رمضان شحال ساعه نشربوه كي يأذن المغرب داكور. ما نشربوهش عند السحور، نشربوه كي يأذن المغرب. كاين يقول لي نعاود هذه الحكايه دائما تجيني، كاين يقول لك نشربوه قبل ما يأذن. كيف تشربوا قبل ما يأذن؟ هذه بين قوسين سما رمضانك خلاص راح فيها داكور. دونك هذا نشربوه كي يأذن المغرب داكور، نبداو به ومن بعد ناكلو. بصح لا دوز شحال؟ الجرعه تاعو شحال؟ شوف الجرعه الطبيب تاعك هو اللي يقول لك الجرعه تاعك، باسكو كاين اللي يشرب 6 ملغ في رمضان خليوها 6، كاين اللي يشرب 6 وفي رمضان خليها له 6. علاش؟ اذا كان السكر تاعو راهو معتدل بصح باغي يطلع، دونك هذا على بالنا ميم سي كي يصوم السكر تاعو ما راحش يهبط، لانه ميم اليامات الاخرين راهو قريب يقيس 2 غرامات الاخر، دونك نخليوه له. بصح كاين اللي مثلا يشرب اماريل 6 ولا يشرب اماريل رقم 4 ولا رقم 3 والسكر تاعو يعني جيد جدا، او كونترير دي فوا يهبط له. هذا على بالنا لو كان نعطيو له اماريل بالجرعه الكامله، لو كان نعطيو له اماريل بالجرعه الكامله في رمضان راح يطيح له السكر اوفيسيال. دونك واش نديرو؟ نقصوا لا دوز. كاين مثلا يكون يشرب 6 في رمضان نعطيوه 4 ولا 3، كاين يشرب في الفطار سما يشرب اماريل رقم 2 في رمضان نعطيوه رقم 1 نقسموا النص، كاين يشرب رقم 3 نعطيوه رقم 2. المهم معناتها نقصوا لا دوز، والطبيب تاعك هو اللي يقول لك شحال تنقص لا دوز، ماشي تروح كاع تحبسها، باسكو الا حبستها السكر تاعك في رمضان راح يطلع. دونك اماريل ايريس ولي زوتر سولفاميد من لا فامي تاع غليميبيريد
هادوما لازم نقصوا لا دوز في رمضان، والطبيب تاعك هو اللي يقول لك شحال تنقص لا دوز، مي نو فو جامي اغيتي. وكاين اللي نبدلوها له بنوع واحد اخر يسميهم لي سولفاميد دو كور دوري داكسيون، يعني سي لو جينيريك تاع نوفو نور. كملنا مع اماريل. نجيو الان الدياميكرون. الدياميكرون ايضا دواء يعني ستان سولفاميد. كاين دياميكرون، كاين لو جينيريك تاعو غلاتيكس، وكاين دوطخ جينيريك تاع لو دياميكرون. يا با دو بوبليسيتي في هذا لا فيديو. لو غلاتيكس ولا لو دياميكرون نشربوا حبه ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه قبل القهوه تاع الصباح ب5 دقائق ولا 10 دقائق. داكور. في رمضان على شحال ساعه نشربوا دياميكرون؟ في رمضان نشربوه كي اذن المغرب. الجرعه في غالب الاحيان نخليو الجرعه كيف كيف، معناتها اللي يشرب وحده نخليو له وحده في رمضان، اللي يشرب زوج نخليو له زوج في رمضان، اللي يشرب ثلاثه نخليو له ثلاثه، اللي يشرب اربعه نخليو له اربعه. داكور. هو في غالب الاحيان دياميكرون ما نقصوش، بصح اللي يشرب اربعه دي فوا نقولوا له نقص لثلاثه، واللي يشرب ثلاثه نقولوا له جرب روحك بثلاثه. اذا كانت بثلاثه السكر تاعك راهو يطيح، جرب بزوج. داكور. جرب بزوج تري بيان، ويقيس السكر تاعو في لا جورني. ليسونسيال هذه نشربوها عند المغرب. في الفطار نشربوها قبل القهوه تاع الصباح. في رمضان نشربوها قبل ما نتعشاو، قبل ما كي نكسروا رمضان بها وبالماء ان شاء الله. داكور. ماشي عند السحور، كاين اللي يشربها عند السحور وهذا خطأ. فوالا. دونك هذه هي المعلومات اللي حبيت نديرهم باختصار على هاد لي ميديكامون غليكوفاج، نوفوفورمين، اماريل، ايريس، دياميكرون، باسكو هذه هي الادويه اللي اغلب الجزائريين يشربوها. كاين ادويه واحده اخرى جي با ديتاي باش ما نطولش لا فيديو، ومن بعد ندير اون اوتر فيديو على الانسولين. اذا كان شفتكم باللي فوزيمي هذا المحتوى فو بارطاجي، دونك ما كانش مشكل. دونك بور رابيل، بارطاجيو لا فيديو، يفو سابوني في لاشين. كاين ايضا تقدروا تتبعوني ايضا في الصفحات الاخرى تاع اليوتيوب وتيك توك والانستغرام. دونك ربي يوفقكم ان شاء الله. نكملوا الخدمه. داكور. انا نعيط للمريضه نعيط تدخلوا لي المريضه. السلام عليكم. ربي يوفق ان شاء الله.